السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعالى نعمل مع بعض التوم بقى تحفة كده، نفرزوه دلوقتي كده لسه اخضر، تعرفي تفرميه وتفرزيه حاجة كده تحفة. عملنا برطمان كده خلطة بالعروق بتاعته، لونه تحفة جميل جدا، الفرم بتاعه مظبوط. من 3 كيلو طلعنا الكمية اللي انتوا شفتوها دي كلها، بسم الله ما شاء الله، حلو جدا جدا. بصوا لونه كمان، بصوا لونه عامل ازاي، حلو قوي، والفرم بتاعه مظبوط. انتي بايديكي بقى تنعمي او تخشني، يعني تخليه خشن شويه او ناعم بزياده، دي حاجه ترجع لك انتي وحاجه اللي انتي ايه حباها. تعالى نسموا الله ولايك وشير وسبسكرايب للقناه ونشوف مع بعض. معايا هنا 3 كيلو من التوم اللي هو الابيض، وما شاء الله روسه كبيره يعني مش صغير. انتي لو هتفرمي افرمي الابيض، لو هتخزني خزني اللي هو التوم الاحمر. والعروق كمان اهي، تبصوا مش هنسيبوها، انا ايه الراجل قطعهولي كده، شال اللي هي الشواشي بتاعته. هنفصصه ونشوف مع بعض. بصوا اهو كده فصصته زي ما انتم شايفين كده، مش بقشره، انا بشيل بس اللي الطبقه اللي هي الغلاف اللي بره، وبشيل الراس وبفصصه زي ما انتم شايفين كده، مش بشيل القشره من على الفصوص ذات نفسها. ودي العروق. هنجيب المفرمه بقى ونشوف مع بعض. كبه صغيره عندي اهيت، هنبدا ان احنا نحط فيها كده. وطبعا انا عملته معاكم السنه اللي فاتت وهوريكم دلوقتي التوم اللي يعني اتبقى معايا كيس بحاله من السنه اللي فاتت، هوريهولكم نفس اللون التوم دوت. وهوريكم برضو طريقه التخزين، تخزنيه بالفريزر ازاي. تمام كده. حطيت هنا معلقه من الخل ومعلقه من الملح، يعني معلقه الا ربع من الملح كده ومعلقه خل. حطي نص معلقه خل، ما تزوديش الخل عشان ما يبقاش تحسي ان هو فيه ميه او كده، لا قللي من الخل كبه واحد. هنبدا ان احنا نفرم كده اهوت ونشوف مع بعض بسم الله. الفرم بقى ده حاجه ترجعلك انت، عايزه تنعميه جامد، عايزه تخليه متوسط، عايزه تخليه خشن، براحتك، اللي انت عايزاه تعمليه اعمليه. تمام كده. اهو فرمناه كده بالشكل دوت، سهل جدا في الفرم دلوقتي، هو طري، ينفع ان انت ايه تفرميه يعني وتخزنيه، وبيسهل عليكي كتير جدا جدا. وعايزه اقولك هتحطيه في الفريزر مش هيلقط منك. انا والله كنت حاطه جنبه كنافه، والله ما لقطت ولا كان فيها ريحه الثوم ابدا. تحفه جدا الطريقه ديت، دي طريقه معتمداها من يوم ما فرزت الثوم، بفرزه بنفس الطريقه، عمري ما غيرتها. تمام كده معانا زي الفل اهوت، واللون تحفه. كده خلصنا التوم ودوت العروق، قطعت العرق كده على 2 أو 3 من القطع كده. هفضيه كله في الكبة بالشكل دوت، هما يدوبك ايه ضربة مرة واحدة يعني. ومعانا الشطة اللي احنا كنا فرمينها مع بعض اهيت، قلت ربع برطمان كده، هفضيه برضو كله على التوم كده، ونفرمهم جامد كده. فضيت اهيت الشطة معانا، حلوة جدا وبتنفع بصراحة. هحط معلقة كده من الملح، معلقة الا ربع من الملح، معلقة الا ربع من الكزبرة، معلقة الا ربع من الكمون. تمام كده. دي خلطة عاملاها للسمك بقى، سمك مشوي، سمك بقى اللي انت عايزاه. وحطيت معلقة من الخل. تمام. وهنفرم بقى ايه الخلطة بتاعتنا دي، افرميها لحد ما تنعمها خالص، تطلع معاكي ناعمة كده وجميلة. كل الحاجات فيها مش محتاجة اي حاجة، تحطها في برطمان، وبباب على وشها نقطة زيت كده بسيطة، وحطيها في باب التلاجة. بصي بتنفع في اي حاجة وجميلة جدا، وريحتها بقى توم كتير فيها ومظبوطة قوي يعني معانا. هنفرمها كمان فرمتين كده، ننعمها خالص ونفضيها في البرطمان ونشوف مع بعض. بصوا بقى بعد ما فضيتها وحطيتها على وشها، بصوا نقطة زيت، حوالي نص معلقة من الزيت كده وخلاص. ومعانا التوم اهوت، بصي حطيته في الاكياس كده بالشكل دوت. بتبداي بقى هتبططي كده، تفرديه لحد الاخر. عايز اقولك ان انا فردته وكان كتير جدا في الكيس، ما كانش شويه يعني. ال3 اكياس اللي انا عملتهم دول كانوا المفروض يتعملوا على 4 اكياس، علشان خاطر كانوا كتير. لما جيت اقسمهم بالسكينه كده لقيته كتير، يعني تيجي تقسميه بيجي على بعضه اهو. بصوا بالشكل ده، بصوا كتير ازاي، فمش عايز يتقاس. هفرد الكيس تاني عشان خاطر ايه يتفرد معايا، يعني ما يبقاش مكتل. وفعلا طلع مكتل، ما عملتوش غير لما فردته خالص لاخر الكيس، وهو بعد كده ظبط بقى معايا. لكن لما فضلت عاملاه كده برضو كتير فيه، يعني انا قلت اتخن شوية، يعني اخليه
كتير شويه في الكيس عشان يديني مربع مليان يعني، ما يبقاش المربع ايه رقيق، بس كان كتير. فانا قسمته كده بالشكل دوت. ممكن تقسميه كده وتحطيه في حاجه مفروض كده في الفريزر، او تقسميه وتطبقيه حسب التقسيمه اللي انتي مقسماها، يعني كل تقسيمه تلفيه ايه لفه كده، بحيث ان هو يطلع معاكي مكعبات زي ما انت شايفه كده. تمام كده. خلاص معانا ده كيس من الاكياس. انا عامله من دوت 3، كان عندي واحد في الفريزر، يبقى عندي 4 ما شاء الله بيكفوني السنه وبالزياده. دولت اهمت بالشكل دوت ومليانين، الحجم بتاعهم حلو، اللي المربع لو قسمته هيطلع مربع حلو معايا وكبير مش صغير. والخلطه اللي احنا عملناها في البرطمان حلوه جدا. ودوت الكيس بقى اللي زي ما قلت لكم اللي كان معايا في الفريزر اهوت. بصوا تحفه جدا جدا. من السنه اللي فاتت نفس اللون اللي انا لسه عاملاه معاكم دلوقتي. هجيب علبه اهيت وهحط فيها التوم بتاعي. الكيس بقى ده كان فيه حتت بقى خضرة وكده من العروق يعني. هطبق الكيس كده على 3 بقى او 4 كده اهوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. كده اطبقه كده واجي حطاه ارصهم كلهم فوق بعض، ونشوف بعد ما رصيتهم معايا ما شاء الله 4 اكياس حلوين جدا. مش شرط يكون بقى معاكي العلبة بغطا او مش بغطا عادي. وكده مكعب بقى من الفحم كده حطيه وحطيه في الفريزر، انسيه، حطي اللي انت عايزه تحطيه. جربوه ان شاء الله تعجبكم. مع السلامه.